السلام عليكم، عاملين ايه دلوقتي؟ صباح الفل عليكم. صباح الخير حبايبنا الحلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفين دلوقتي احنا رايحين المدرسة وعايزين سندوتشات. زهقوا بقى، قالوا ايه؟ مش عايزين يا ماما لا لانشون ولا عايزين جبنه ولا عايزين حلاوه. فماما عايزين عملتنا وصفة جديدة. قالت لا يا ماما، انا عايزه بطاطس محمره وسلطه وحلوه قوي كده وبطاطس تحمير، ومش عايزين عليه اي حاجه. وبطاطس بس. رغيف برتقال وخيار وجزر. وصفة جديدة حلوة قوي. لا مش وصفه جديده. ايه اللي وصفه جديده؟ يعني هم اساسا عايزين وصفة حلوة يعني. عايزين يعني هم عايزين يغيروا في الاكل، يعني هو زهقوا بقى من الحاجات دي. وعملنا عصير. فايه فطبعا عصير الحاجات دي فعلا مغذيه جدا على فكره، وحلوه احلى من اللانشون والجبن والحاجات دي كلها. يعني انا هنا حمرت لهم بطاطس، عملت لهم السلطه بقى ايه. قلت لماما دي حلوه قوي. حمرت لهم بطاطس دوقوها وتشوفوا طعمه ايه. هو ايه العصير؟ وعملت عصير. بصوا مش عايزه اقول لكم على كميه ولا تخيل. لا تتخيلوا فعلا الحديد اللي في العصير ده. بنجر، جزر، برتقال، تحفه. كل حاجه احلى عصير. بيقوي المناعه يا جماعه، بيقوي المناعه. شربي بيقوي كل حاجه، بيخلي عضلاتكم حديده. سلمت عليهم يا مهند. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، والاكله دي هتعجبكم ان شاء الله. هما مش عايزين يحطوا عليه حاجه، وعايزين بطاطس بس كده محمره كده، بس تحمير كده، ولا كاتشب ولا اي حاجه، وعايزين سلطه يحطها لهم. يعني ايه، انا قلت اعمل لهم كده بطاطس. بصوا تغيير، يعني بحيث ان هما ايه، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ صباحكم فل، صباحكم عسل. عاملين ايه؟ الجو بدأ يعني ايه حبة كده، يعني مش قوي بس بدأ يبرد. صح يا رفيق؟ صح يا مهند؟ سلمتش عليهم ليه؟ سلمت عليهم كده. فطبعا ايه، احط لهم طبعا السلطه عشان الزيت بس. انا مصفي ايه، انا بعمل خلاص سيبه. مش مشكله كله، مش مشكله كله يا مهند. العيال يا عيني بيرجعوا على العصر بعد المدارس وبعد الدروس، يعني مش بنبقى قادرين خالص. مش بيبقوا قادرين خالص. فعلا انا بتكلم بجد كده. طبعا انا حاطه ملح على البطاطس. ملح، المفروض ملح يعني. انا حاطه ملح. هم حابين كده، هم حابينها، وبعدين حابين كمان حابين الاكله دي جدا. حابين العيش اللي هو البلدي او الشامي، بس طبعا دلوقتي مش هيبقى يعني ايه. قلت خليها فينو بقى كده، مره كده ومره كده. كفايه يا رفيق، احنا بنعملهم يا ماما. فقلت ايه، هحط لهم السلطه لوحدها. يعني مثلا ايه هعمل ايه؟ بصوا انا هنا عامله شويه سلطه حلوين جدا بالكرنب والجزر والكرفس وجميع انواع الخضر. جميع انواع الوصفات دي اهو كده. نفس القصه عند مهند. كل دي حاجات حطينا في السلطه. يعني احنا هناكل وصفه بطاطس وسلطه. بطاطس وسلطه كده. ايه يبقى ايه السلطه لوحدها، عشان طبعا ايه الحاجات دي هتبوش، هتخلي السندوتشات تبوش. فكده ايه تمام. خلاص يا مهند، خلاص يا بابا. خلاص نجيب ايه بقى؟ انا هنا اعمل لهم ايه، خيار. هو ايه دي؟ تعالوا برضو ايه، خيار كده. هم يا عيني بقى بيرجعوا امتى؟ معرفش والله يا ماما. فلازم ايه، جزرايه. طبعا انا غاسله الحاجه دي، غسلاها كويس جدا. لا لازم طبعا نغسل نفسنا
ونبقى أقوياء ولازم ناكل ونغذي بعضنا، ايوه نغذي كل حياتنا. سلمت عليهم يا بطوطه. السلام عليكم، عاملين ايه؟ تاني؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل دي حاجات في السلطة تغذيكم، تغذينا وتغذي وتقوينا حبايبنا وتقوينا وتقوي حبايبنا. طبعا اهي وكل الحاجات دي طبعا جزر واحد وخيار وسلطة كل واحد معلقة. وبطاطس وفينو وفي حاجات كتيرة. بصوا اعمل لهم برتقانه برضو، قشر لهم كل واحد برتقانه برضو. اخبار الجو عندكم ايه؟ واخبار الجو ايه؟ اخباركم الدنيا عامله معاكم مش ايه؟ عارفين ظروفنا والله. والله رفيق بتقول لكم مش عارفين ظروفنا والله. خلاص يا مهند خلاص. رفيق بتقول مش خلاص عارفين ظروفنا. عمل. مش عارفين ظروفنا والله. عمل اهو. كل الحاجات دي عمود للاطفال حلوه جدا على فكره. انا عارفه ان انتوا عارفين لأطفالكم وان انتوا بتعملوا وولادكم. كل الحاجات دي حلوة اوي. حلوه قوي للاطفال، بتقوي المناعه. يعني البرتقال ده كويس جدا مفيد جدا، والسلطه نفس القصه، والجزر والجرجير والكرفس وكل حاجه، كل حاجات الخضار دي تحفه. تحفة اوي. يعني ايه قطع ما البرتقاله برضه، تتخيلش. قطع لهم برتقاله كل واحد برتقاله كده ياخدوها معاهم. يا ماما. منع مش نفسي في الاكل اوي. ليه يا رفيف؟ مش عاوزة كتير. ما عشان انت هتقعدي، انت عندك درس النهارده، فانا بحب ان انا ازود. مفيش مشكله، الحاجه لما تبقى بزياده احسن ما تبقى ايه، عشان طول النهار في الشارع، لان هي اساسا يعتبر الوجبه بتاعتهم، فبضطر ان انا اعمل لهم ايه. وادي المعلقه بتاعت رفيف هنا، وهنا برضه نفس القصه. تتحط كده. استنى طيب يا مهند. ايه ده؟ ده كتير. بس الموضوع بتاعي. هاتي المعلقه يا بابا. خدي حطيها. ماما تعرف. فدي المعلقه الرفيف عشان تاكل السلطه بيها، عشان طبعا السلطه لو اتحطت في قلب السندوتش هتخلي السندوتش بايش جدا، مش هيعرفوا ياكلوه. فكل حاجه ايه وليها ايه باش ويقع. وما تنسوش كمان العصير طبعا ده. مش عاوزين المدرسة تبقى وسخة، عاوزين نبقى مستنيين. ايوه كده. ادي اللانش بوكس بتاعنا بسيط جدا النهارده، حاجه كلها في البيت، يوم كده ويوم كده ويوم كده، يعني ايه، يوم أكل. يوم أكلة تبقى وصفة حلوة أوي. حاجاتنا كلها من قلب البيت. ايوه اهم حاجه ان انت تحطي في اللانش بوكس لابنك او لبنتك حاجه تقويه، يعني كده زي برتقانه، زي الجزر، زي الخيار، زي السلطة. زي السلطه. بصوا حضراتكم اهو، دي اللانش بوكس بتاعنا اهو. يا رب يكون كده ايه، صباحكم حلو، صباحكم فل، صباحكم عسل 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 عسل. لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تشربوا العصير، سلام. عصير كله فوايد. ما تنسوش تعملوه لاولادكم وتشربوه. سلام.